يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عندنا فيديو جميل جدا وحلو قوي. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه اول مره تشوفيني تشتركي في القناه عشان يوصلك مننا كل جديد. تعالوا بقى نبدا نعمل الاكله الحلوه. معانا هنا لحمه ريش ضاني، هنعملها بقى بطريقه حلوه وجميله حلوه قوي قوي. معانا بصل ضربناه في الخلاط، خدنا ميه البصل وصفيناه اهوت، وحطيت عليها قطايه وقرن فلفل وضربت كل الحاجات ديت المكونات في الخلاط وعصرت وخدت منه الميه بس. تمام اهو، شايفين ميه البصل حلوه جدا جدا جدا. بصفيها، بصفي ميه البصل، خدت خلاص ميه البصل. وبعدين هبدأ هنزل بالمكونات بتاعتي: فلفل اسمر، توم مفروم، زعتر، لو عندك روزميري حطيله عادي، بس لما تحطي بقى روزميري ما تحطيش كزبره ولا كمون، ما يحترفش بيها، هي مكونات واحده بس، ما تضيعش طعم اللحم، وكتر التوابل بتضيع طعم اللحم. كون توابلنا مظبوطه عشان اللحمه ما تضيعش. واهم حاجه اللحمه الريش ما بتتغسلش، كده بتضيعها في فايدتها. انت بتنشفيها وبتسيبيها في التلاجة تشمع. ودلوقتي حطيت فيها صوص مع مية البصل وكل حاجة والمكونات اللي انا قلبتها: الثوم وفلفل اسمر وزعتر، معلقة زعتر وبس. خلاص التتبيلة دلوقتي جاهزة. هنحط معلقة ملح ومعلقة صغيرة سكر عشان تدي تحسيلة للحمة، وحطيني ايه تاني؟ سكر وملح. خلاص قلبنا المكونات، هنبدأ بقى ننزل بريش اللحم. على فكرة جميلة جدا 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 جدا، هتعجبك قوي. دلوقتي هننزل بقى بالريش اللحمة عشان في التتبيلة، عشان نتبلها. بس لو لسه معايا لحد دلوقتي بتفرج على الفيديو، ما تنسيش تكتبي لي كومنت حلو ويا رب الفيديو يعجبكم وتشرفوني في القناة لو لسه اول مرة تشوفيني. بص انا هعملها بايدي، بوريكم ان ايديا نضيفه، مش لابسه جلانس، بس ان ايدي نضيفه على فكره. انا بغسل ايدي كل شويه وانا في المطبخ. دلوقتي انا هقلبها عشان تتبل مع بعض، بس مش هينفع بالمعلقه، هقلبها بايديا. شايفين؟ قولوا شايفين. دلوقتي بقى احنا هنتبل بقى اللحمه بالتتبيله الروعه دي: ميه البصل والصويا صوص ومعلقه الزعتر والملح والسكر وفلفل اسمر. مكونات بسيطه وموجوده في كل بيت وجميله جدا. واللحمه بقى ريحتها تتاكل كده، ريحتها جميله جدا جدا جدا. لو عندك زعتر حطي روزميري، بس انا عندي زعتر. دلوقتي بقى نبدا نشوحها على النار. عندك جريل، عندك صينية، طاسة، اتصرفي. دلوقتي حطيت الطاسة تسخن شوية على النار، وهنبدأ بقى ايه؟ نشوح اللحمة. تمام. دلوقتي هننزل باللحمة اهي، هنصدمها بقى في الصينية، تاخد لها تشويحة حلوة محترمة كده، تتصدم. انا عايزاها ايه؟ تتشوح. شايفين؟ هنزل كل المكونات، هنزل كل اللحمة الريش عشان ايه؟ يتشوح في الصينية. شايفين الجمال؟ الله على الريحة والطعم، والله كانت خرافة خرافة خرافة. تعملي بقى جنبها رز ابيض، تعملي جنبها قهوة رز ابيض، او ممكن تاكليها بالعيش. دلوقتي بقى سقسقت عليها التتبيلة فوقيها، يعني اخليها تشرب من التتبيلة قوي، واعمل لها بقى عملية احتباس. يعني ايه احتباس؟ هغطيها، البخار بتاعها هو اللي هيسويها. نسيبها بقى على النار. تعالي بقى نعمل الخضار اللي هنحطه تحت اللحمه. انا ما عنديش كوسه وما عنديش بطاطس والكلام ده، بس انا جبت بقى بصل وجبت فلفل رومي وفلفل حراق، وما عنديش غير طماطمين. واحده ضربتها في البصله بتاعه العصير البصل، والتانية اهي هنقطعها. هو بقى جيش قالك السرفلوطه غاليه جدا وربنا يرحمنا ومعرفش في ايه.
يلا بقى انا هنقطع القوطة اليتيمة الوحيدة ديت، وهنقطع الفلفل الرومي. الفلفل الرومي على فكرة حلو وجميل جدا، يعني طبعا خضار اكيد، وحاجة حلوة وجميلة. وانتي بتاكلي بقى اول ما الحاجات دي تستوي انت بتاكليها بالرز، بتبقى طعمها جميل، ولا الصوص اللي نازل من اللحمة. احنا على فكرة ما حطيناش فيها نقطة مية، هي من نفسها نزلت اللحمة بتاعتها. دلوقتي بقى نقطع الخضار زي ما انتم شايفين. انا جبت الصاج عندي وحطيت ورق فويل وحطيت عليه الخضار اللي انا قطعته، وهستنى شوية لما اللحمة تستوي شوية على النار، تاخد لها غلوتين كده على النار، عشان لسه هنحطها في الفرن. شايفين بدأت تغلي شوية، احنا نقلب فيها. وتعالوا بقى شايفين الجمال، ريحتها طعمة خلت الدنيا الريحة روعة روعة، الريحة تجوع. لسه نستنى بقى نعمل اهي خلاص. شايفين الجمال، تحفة تحفة تحفة. تعالوا بقى نحط بقى اللحمة دي على الخضار بتاعنا اللي احنا قطعناه اهو. شايفين هنطلع كل ريشة نحطها ونظبطها ونرصها في الصاج فوق الخضار بقى. يا سلام على الجمال، يا سلام. سهلة جدا وجميلة وريحتها حلوة، ما خدتش وقت، يا دوبك يعني ساعة زمن. انا سبتها في الفرن ساعتين. انا قلت بقى كان ورايا حاجات في الشقة وكده، قلت تستوي براحتها بقى ومع نفسها، تدي وتاخد كده ويطلع الاكل كويس، ولا بتشد ولا بتندغ ولا اي حاجة. الزبدة دلوقتي لما يخلص لما نطلعها من الفرن هوريها لكم. شايفين دلوقتي بقى حطينا كل اللحمة، طلعنا الريش كلها حطيناها في الصينية، في الصاج قصدي. الصوص ده برضو هناخده ونحطه فيها. ما تنسوش تعملوا لايك وتتابعوني على صفحتي بيج عائلة سيما، وتشرفوني على اليوتيوب كده. عايزة يعني اكمل بكم المشوار، ربنا يديمكم في حياتي ويفرح، ويا رب يسعد يا رب يسعدكم كلكم، يا رب يا رب يا رب. لكل نفس حاجة يا ربنا يحققها له. دلوقتي بقى نبدأ نمسك الصينية عشان ننزل الصوص تحت فوق اللحمة. على فكرة الصينية سخنة نار. ايوه نزلت كل الصوص بتاع اللحمة دي من نفسها، محطتلهاش مية ولا حاجة، ده هي من نفسها. تعالوا بقى نغطيها بالورق الفويل. ما كانش عندي ورق الزبدة، معرفش انا كنت حاطاه فين، ناسيه. تعالوا نحطها في الفرن. انا سبتها ساعتين زمن في الفرن، كنت انا بروق وانضف. دلوقتي عملت الرز، بس انا عملت رز معاكم كتير. هو الرز الابيض، هو المقطع فيه مقطع مسح انا بعمله. شايفين خلاص طلعت الصينية من الفرن تحفة، الريحة روعة روعة. عيالي كان جايين من المسرح وقالوا لي يا ماما ايه الجمال ده، ايه ده، واصحابهم. شايفين الجمال، شايفين اللحمة والله بتطلع من العظمة كده يعني. وشايفين مفيش شد، مستوية جدا، ولا الصوص بتاعها ولا البصل والفلفل ده، ومعاها رز ابيض وغرفناه. شايفين الجمال. الصوص بقى بتحطيه على الرز بقى، تاكليه او تاكليه بالعيش، حاجه كده تحفه. انا كل الحاجات دي ما اكلش اللحمه. بصي اللحمه مش بتشد، زبده زبده. شايفين الجمال، الله الله الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. ويا رب يا رب كده يكون الفيديو حلو ومفيد، ويا رب. شايفين اهو. مع السلامه، استنونا في الفيديو اللي جاي. باي باي.